قام الفايكنج بمجموعة من الرحلات والهجمات في أوروبا والبحر المتوسط في إطار التوسع والبحث عن موارد جديدة والتجارة. البعض يظن أن الفايكنج المسمى بيونيرنسيد شخصية خيالية في المسلسلات، إلا أنه هو إحدى قادة الفايكنج الذي كان خلفا لوالده راغنر، ومن قام بعدة هجمات على المغرب والأندلس. في عام 795 عندما عزز المغاربة وجودهم في إسبانيا، سيلتقون للمرة الأولى مع محاربي الشمال قبل غارة بيورن أيرونسايد. كان الدنماركيون هم من هبطوا في الأندلس بعد أن اجتاحوا باريس وتولوز. والي لشبونة ينبه أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني. يتجه أسطول آخر من الفايكنج نحو إشبيلية أعلى نهر الوادي الكبير، كوثولكيثير. بعد قتال عنيف استولى عليه الفايكنج على إشبيلية، الفايكنج تسببوا في الرعب والموت، ولم يسلم حتى حيوان في مدينة إشبيلية. في العاصمة قرطبة، يسمع الأمير الأخبار ويقرر السير في إشبيلية. القائد المسلم موسى بن قاسي يواجه النورمانديين في تليتا بالقرب من إشبيلية. يتولى الأندلسيون زمام الأمور بفضل المقاليع الحارقة التي تدمر سفن الفايكنج. تم حرق 30 سفينة طويلة، وقتل أكثر من 1000 من الفايكنج. تم شنق الفايكنج الأسرى في إشبيلية. الأمير عبد الرحمن يرسل 200 رأس من الفايكنج إلى حلفائه في طنجة الذين أرادوا الانتقام من غارة الفايكنج التي ارتكبت في أصيلة في المغرب. في عام 858 تعرضت منطقة الريف في شمال المغرب لغزو دموي بقيادة بيور. تعرضت الحسيمة لموجة من الفايكنج المتحمسين لنهب العبيد والكنوز. النورمانديون نزلوا في ناكور. عام 858 نهبوا المدينة وأسروا سكانها. مكثوا 8 أيام للنهب والمجازر حتى اتحدت قبائل براني لطردهم. يعود بيور وأسطوله إلى إسبانيا، حيث تعرضوا لهجوم عنيف من قبل الأسطول الإسلامي في المضيق، وتمكنوا من الفرار باتجاه جزر البليار التي قاموا بنهبها. تم هزموا مرة أخرى على يد أسطول الخليفة الحكم الثاني.